وداع الربيع، ولكن لا نقصد ربيع الأول أو ربيع الثاني، بل هو ربيع الشهور والقلوب، أي وداع شهر رمضان المبارك. وقد روي عن الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام أنه قال: لكل شيء ربيع، وربيع القرآن شهر رمضان. وقد ورد أيضا عن إمامنا الصادق عليه السلام بأن شهر رمضان هو ربيع الفقراء. وبأيام وداع شهر رمضان ورد عن الإمام زين العابدين دعاء وداع شهر رمضان، وهو الدعاء رقم 45 من الصحيفة السجادية. ومن خلال كتاب وداع الربيع حنتعرف على الكثير من المضامين العالية للدعاء، من الثناء على الله، وهو من أدب مخاطبة الله عز وجل، إلى التسليمات التوديعية ولطائف ليلة القدر، وصولا إلى التمنيات والحاجات التي نضعها بين يدي الله عز وجل. في الختام ينصح بقراءة الدعاء قبل الليلة الأخيرة من شهر رمضان، يعني ببداية الشهر الفضيل. بيقول الإمام الخامنئي حفظه الله: إنني كنت أوصي الإخوة دائما بقراءة دعاء الوداع لشهر رمضان في بداية الشهر ولو لمرة واحدة، لأنه عندما نقرأ هذا الدعاء بخشوع وأنين في آخر ليلة من شهر رمضان المليء بالفضائل والحسنات فقد انتهت الفرصة. فينبغي على المؤمنين قراءة هذا الدعاء في بداية الشهر ليعرفوا قيمة هذه الفرصة.